اتكلم ان حكيم زياش قيمه فنيه، واعتقد بيكون في اللائحه الموسعه في المنتخب المغربي مع وليد الركراكي. هاي المعلومه اللي عندي. ممكن بوفال حكيم زياش يكون حاضرين في قائمه الركراكي. لا حكيم فعلا زياش حكيم زياش لاعب مميز جدا، لاعب اضافه، واتفق معاك في الراي كابتن عبد الله. اعتقد ان هو هيكون له دور كبير جدا مع الركراك الفتره القادمه، لان هو اضافه، لاعب انا شايفه لاعب شامل، لاعب متكامل يعني، فيكون له تواجد كبير جدا واضافه مع الركراك ان شاء الله الفتره ان شاء الله. الرسام حكيم زياش يرسم الان الامور الفنيه في الدوري المغربي، اضافه للدوري المغربي. زياش اضافه، انستا المغرب حاليا، هو اضافه. نعم. حكيم زياش اضافه. مهما بعض الامور اللي خارج نطاق كره القدم يخطي الشخص، ولكن يرجع لبلده. هذه في النهايه بلده، هذا في النهايه بلده، في النهايه منتخب بلده، في النهايه رياضته، رياضه بلده. كلنا نخطي، اي لاعب يخطي واي مدرب يخطي، وفي النهايه يرجع لبلده، سواء يعتذر او ما يعتذر بطريقه اخرى ويهني. هذا حكيم زياش او غير حكيم زياش، هو ولاء لبلده، ولاء لمنتخب بلده. مهما تختلف مع اللاعب، انا والله ما تربطني علاقه معه، ولا في حياتي شفت حكيم زياش، ولكن اتكلم بما اشوفه. ولاء لبلده حكيم زياش، ولاء لمنتخب بلده، اضافه للمنتخب المغربي، اضافه، قطعه فارقه في المنتخب المغربي الان منذ ذهاب حكيم زياش. بصراحه اقولها لاول مره على الهواء مباشره، لحد الان الحلقه مش موجوده، ولكن ان شاء الله يكون موجود حكيم زياش.